بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. جمعة مباركة عليكم. النهاردة الجمعة وعندنا سلسلة كده من وصفات يوم الجمعة. النهاردة السلسلة رقم 3. هنعمل طاجن لحمة صعيدي، بس طاجن لحمة على أصوله، وكمان هنعمل محاشي مشكلة. احنا هنا بنعمل التسبيكه بتاعه المحشي. بصوا المشكل معايا طماطم، فلفل، طبعا كوسه، وعندي بتنجان. كل ده اتغسل واتنضف ومحطوط بقى كده في مصفى، تمام، يصفي نفسه كده واحنا عبال ما نعمل التسبيكه. خدوا بالكم ان الفلفل الطويل ده بيبقى طعمه حلو قوي، لان فيه نسبه سكر، تحس ان انتي مش بتاكلي زي الفلفل الكوبي العادي. طعمه لذيذ قوي في المحشي. طبعا عندي بصلايه كبيره حلوه او بصلتين طبعا. كل ما تكتري بصل كل ما يكون احسن. اول ما تخش على تحمير هنبتدي ان احنا ننزل عليها تقريبا كده شفشق طماطم مضروب في الخلاط، يعني نقول كيلو طماطم. خدي بالك تكتري طماطم، تكتري بصل، تكتري خضره، تاخدي احلى طعم محشي. معلقه الصلصه الحلوه بتاعتنا، وطبعا مكعب الماجي، وشويه التوابل بتاعتنا. حطينا اللحمه بتاعتنا وطبعا شلنا منها الريم خالص. دي قطعيه الموزه برضو، لان هي بتبقى حلوه جدا. ويعني جميله في اللي هي الصعيدي دي. هتشوفوا معايا النتيجه في الاخر حلوه قوي. زي ما انتوا شايفين كده هنسيب بقى دي تتسبك، وهنقطع الخضره بتاعتنا وهنحطها كده ايه في ميه، وبعدين نصفيها ونبتدي ان احنا نغسل الرز ونحط عليه الخضره. بصوا ده كانت 2 كيلو كوسة ونص كيلو فلفل وربع، نص كيلو بتنجان وربع فلفل، وتلات اربع طماطمات. ده تقريبا نص كيلو رز بس عليهم. هتقولي لي لا طب مش شوية، لا مش شوية خالص، لان انا مكترة طماطم، ومكترة كمان بصل، ومكترة خضرة. فالحاجات دي بتعمل مع بعض كده ايه معادلة، يعني بتلاقي الكمية بتزيد. فنص كيلو الرز هيحشي لي الكمية اللي معايا. للناس طبعا اللي ما بتعرفش تقدر كمية الرز على قد المحشي، تمام. خدي بالك الكوسة والفلفل والبتنجان خداعين، يبان ان هما بياخدوا بس هما ما بياخدوش رز. اهم حاجة اظبطي الارضية بتاعتك، لان دي اللي بتدي الطعم وبتعلي التست معاكي. زي ما انتم شايفين كده انا حاطه اللب بتاع الكوسه بيبقى حلو قوي، وكمان حاطه طماطم وجزر، وهبتدي ان انا احشي الكوسه بتاعتي. خدوا بالكم الكوسه ما ينفعش تتكبس في الحشوه. بصوا انا زي ما انا موريها لكم كده بسيب لها تقريبا زي عقله صباع. ليه؟ لان الكوسه طبعا مش هتكبر، اللي هيتمدد معايا او اللي هينفش معايا هو الرز. فسيبي له نفس عشان خاطر الكوسه بتاعتك ما تفرقعش، او تيجي تفتحيها تلاقيها نيه. فانت هتشوفي معايا الحشوه اللي انا عاملاها دي في الاخر هتبقى الرز عندي مستوي قد ايه وجميل قد ايه. بعكس الطماطم لازم تكبسي شويه، مش شويه كتير تفرقع مني، بس لا، ما هي الطماطم اصلا من بره مش جامده زي الكوسه. اول ما هتشم النار هتلاقي ان هي تدبل، فلو دبلت على ما فيش جوه هتلاقيها خلاص ساحت، ما بقتش عندي محشي. لكن هي لما تدبل على ان هي ماسكه نفسها بشويه رز هيبقى تمام. يعني تقريبا احط قد ايه؟ تحطي معيار الطماطمايه معيار الرز، من غير كبس قوي يعني. بصي بقى حاولي تظبطي كده صينيتك، لان انت لما تحطي الطماطم مع الكوسه مع قرنين فلفل دول بياخدوا من طعم بعض. وخدي بالك برضو الفلفل زي الطماطم، نفس الكلام فيه، نفس الكلام في الطماطم، لان طبعا انتوا عارفين الفلفل برضو هوا ما فيهوش اي لحم من بره يشيل معايا الرز. فالحاجات دي مهمة جدا يا جماعة. التركات دي ممكن تكوني مظبطة كل حاجة وتيجي على التركات دي والمحشي بتاعك يبوظ ما يبقاش مظبوط. اهم حاجة ما ننسوش نعمل اللايك والشير، ونعمل اشتراك للقناة، ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، حاولي ان انت تظبطي طبعا الفلفلايه من جوه بيبقى ليها فروق. ظبطي الدنيا كده وانت بتحشي. وطبعا الفلفل بيتكبس برضو زيه وزي الطماطم، على عكس طبعا بقى البتنجان بالذات يا جماعة. بصوا كان زمان يعني يقولوا لي ان تعرفي الست الشاطرة مش في محشي الكوسة ولا الفلفل ولا ورق العنب، في البتنجان، لان البتنجان ده بيوقع اجدعها شيف، مش هقولك اجدعها طباخة. البتنجان لازم تحاولي ان انت تهوي الحشوة، تهوي. يعني مثلا لو احنا بنسيب عقلة صباع في الكوساية، البتنجان تسيبي عقلة ونص، لان البتنجان الرز فيه دايما يحصرن وتحسي مش مستوي، ما فيش طعم محشي. لا انت حاولي تخلي الدنيا مش مكبوسه خالص. تحطي تقريبا تلات ارباع البتنجانية وحب عليها،
ابصوا انا بوريها لكم برضو في الحشوة، لان البتنجان ده موضوع كبير، ويعني موضوع كبير وبيوقع احسن ناس، فانتوا خدوا بالكم، وخدوا بالكم كل حاجة بالتجربة يعني. وطبعا انا بكلم الناس اللي هي لسه مبتدئة في موضوع المطبخ، لكن طبعا يعني اهالينا وامهاتنا وربنا يا رب يخلي لنا كل امهاتنا اللي عايشين ويرحم امواتنا وامهاتنا الميتين. الناس دي طبعا احنا بنتعلم منكم يعني. بس كل ده الحمد لله، يعني انا متعلمة من امي الله يرحمها. مش عايزه اقول لكم المحشي كان من ايديها، او يعني في بعض اكلات كده انت ممكن تاكليها من ناس معينه ما تعرفيش تاكليها من ايد حد تاني. زي ما انتوا شايفين كده احنا هنظبط البتنجان معانا، ونحاول طبعا نرصه كده ايه جنب بعضه، ويبقى طبعا وشه كله لفوق. حاولي بقى تميلي الحله بتاعتك بعد ما تحشي تبتدي تظبطي. المهم يعني ان معيار الميه بتاعته بتبقى يدوبك على حافه ايه البتنجان من فوق، وما بنزودلوش. وخدي بالك لازم تحطي التشريبه بتاعتك اللي هي ايه، التشريبه بتاعتي اللي هي مكعب ماجي وكمان معلقه زبده. بصوا زي ما انتوا شايفين بعمله معامله الرز، اول ما يبتدي يتشرب هوطي عليه. بصوا جمال الكوسه والطعامه والحلاوه، والصينيه اللي دخلت الفرن دي حطيها بقى في الفرن ونسيها. هنعمل بقى الطاجن الصعيدي زي ما انتوا شايفين معايا. ادي تقريبا كان كيلو الا ربع لحمه، لان احنا عندنا في فرد في العيله مش بياكل لحمه خالص. ده كيلو الا ربع لحمه، وعندي عليها نص كيلو بصل الا بصلايه كده. هنقطعها مكعبات، ما ينفعش تضربيها في الكبه، لازم تتقطع مكعبات. وهنبتدي ان احنا بعد ما اللحمه بتاعتي تستوي اشيلها واحطها في بايركس او احطها في طاجن، اي حاجه عندك. هنبتدي طبعا نحط سمنه وزبده او زيت وزبده، ونحمر فيهم البصل بطريقه زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يوصل معايا للون الذهبي، علشان خاطر لونه ده هو اللي هيديني الصوص بتاعي. طيب ابتدى يخش معايا خلاص في اللون اللي انا عايزاه، هنزل عليه بمكعب ماجي. مكعب الماجي في الوقت ده هيدي طعم، يعني مش عايزه اقول لكم للبصل في حته تانية خالص. صلوا على النبي يا جماعه في الكومنتات. جمعه مباركه عليكم وعلى كل حبايبكم. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم جميعا. اهم حاجه ما تنسونوش في اللايك والشير، ونعمل سبسكرايب للقناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي بقى الشوربه اللي انا موجوده عندي اصفيها واجهزها جنبي. ليه؟ لاني انا اول ما ده هيخش معايا في تحمير هنزل عليه بتقريبا نقول زي 5 كبشات كده شوربه، وبعدين اسيبه يغلي غلوه مع بعضه، وبعدين احطه على اللحمه، وادخل الطاجن ده في الفرن من تحت يغلي غلوتين معايا، وبعدين ادخله شوايه. طبعا انا مش هضيف لها اي توابل ولا اي حاجه، انا مكعب الماجي اللي حطيته بس، وهحط شعره جوز الطيب ورشه فلفل اسمر بس. ما تحطيش ملح، لان انت كده ظبطتي الملح على قد البصل بالمكعب، لان لو زودتي ملح الدنيا هتروح معاكي في حته مش كويسه. زي ما انتوا شايفين دي كانت سفرتنا النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب ان شاء الله بإذن الله دايما اكون عند حسن ظنكم. طبعا اي حاجة نفسكم ان انا اعملها قولولي. اهم حاجة حبايب قلبي ما تنسونيش في دعوة حلوة من قلبكم، ونصلي على النبي في الكومنتات، وطبعا نعمل اشتراك ولايك للقناة، ونفعل زر الجرس علشان يوصلنا كل جديد. وطبعا طبق المخلل اللي كلنا ما بنستغناش عنه جنب اي اكل. ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ابدا.